وإن شاء الله يعني سنة 2014 هنتقابل كتير إن شاء الله. كنحب نهني أهالي الأسرة اللي غادي يطلق سراحهم إن شاء الله غدا، وهذا كيفرحنا بزاف وكيدل على الصبر وشجاعة الشعب الفلسطيني اللي بالرغم من كل من الضغوطات والصعوبات قلوبنا معهم. وكمغربية جد سعيدة أنني من الناس اللي غادي يحملوا رسالة للشعب الفلسطيني، هي رسالة حب وسلام من الشعب المغربي كافة للشعب الفلسطيني، اللي معروفة العلاقة الحمد لله الطيبة بيناتنا. جد سعيدة بتواجدي معكم اليوم، جد سعيدة بوقوفي على الأراضي الفلسطينية، طبعا بتواجدي معكم. بصراحة كنعتبرها بلدي الثاني، و بتواجدي طبعا مع الفنانة كارمن سليمان، بشراكة مع شركة ديزاين سوليوشن. طبعا ربما واجهت صعوبات في دخولي لفلسطين، بحيث أنه على المعبر تحجزت 5 ساعات وأكثر. يمكن الهدف ديالهم أنهم يستفزوني أو أنهم يخليوني نرجع، انما هذه عمرها ما غادي تكون. بالعكس، بالرغم من كل الضغوطات اللي لقيتها في الطريق، يعني انا من المغرب لهنا كلفتني 12 ساعه لحتى نوصل. مع ذلك دخلت في الاراضي الفلسطينيه بابتسامه، لانني حبيت نشارك الشعب الفلسطيني فرحته بمناسبة السنة الجديدة إن شاء الله 2014، اللي كنتمنى أنها تكون سنة خير وأمان، ماشي فقط على الشعب الفلسطيني إنما على الشعب العربي كامل، ويحميه ويحمي بلادي المغرب يا رب. وإن شاء الله يكون حفل ناجح. شكرا بزاف على استضافتكم، وشكرا طبعا لشركة ديزاين سوليوشن على الاستضافة ديالها، اللي كتعتبر من يعني جزء مهم أنه خلاني نتواصل معكم. شكرا بزاف.